السلام عليكم ورحمة الله. أنا معاكم مجدي منصور. طبعا البيت ده حاجة كبيرة قوي، كل الناس عارفة أهمية البيت، واختيار البيت بيكون حاجة صعبة على ناس كتير. احنا هنحاول نسهل ده عليك. اختيار البيت بالشكل السليم، وإيه هي المناطق المناسبة في المنطقة اللي احنا مركزين عليها في غرب القاهرة اللي ممكن تستثمر فيها. ازاي تطمن للأماكن دي وإن الأوراق بتاعتها أوراق سليمة. ازاي تقدر تستثمر صح ومع الشركات الصح في المناطق دي. امتى تبدأ تستثمر، ليه تستثمر، وامتى يكون الشراء بتاعك هو افضل من انك انت تأجل الاستثمار بتاعك. دايما بيكون معانا في حلقاتنا زي ما دايما احنا متعودين تقرير في البداية يكون بيوضح اي حاجة مرتبطة بالمناطق اللي احنا شغالين بيها حصلت، سواء بزيارة وزير، محافظ، بيان جديد، تقرير جديد، فلازم ننقله لحضراتكم عشان الناس اللي مشغولة في شغلها، فنحاول احنا نكون مساعدين ليهم وننقل لهم التقرير اللي ممكن يكون فيه نقطة مهمة وهتفرق معاهم في استثماراتهم. النهارده هنتكلم عن تقرير مهم في غرب القاهرة، وهو حدث كان مهم جدا جدا جدا، وهو زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لمنطقة من المناطق القوية جدا، وهي توسعات الشيخ زايد. أثناء جولته اليوم بمحافظة الجيزة، رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد. الشيخ زايد الجديدة المعروفة طبعا، واللي ناس كتير بدأت تتوجه إليها الفترة الأخيرة. فخلال جولته اليوم بمحافظة الجيزة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد الجديدة. وكان برفقة سيادته المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومسؤولو الوزارة والإسكان جميعا أشاروا، وأشار المهندس شريف الشربيني ورئيس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الأعمال الجارية في هذا المشروع تأتي في إطار استكمال أعمال الطرق والمرافق بمنطقة التوسعات الجديدة لمدينة الشيخ زايد. في ضوء القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، والذي أضاف للمدينة مساحة 8336 فدان. وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال تقنين وضع قطع الأراضي بمنطقة التوسعات، وتم إصدار قرارات وزارية لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة. كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال خط المياه الرئيسي قطر 1200 ملم والمغذي لهذه المنطقة، وتم ضخ المياه لها. أضاف المهندس شريف الشربيني أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال شبكات الطرق والمرافق بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد، مستعرضا نسب تنفيذ هذه الأعمال التي تتضمن تنفيذ شبكات المياه بقطر 200 ملم حتى 1200 ملم بإجمالي أطوال 90 كيلومتر، وكذا شبكات الصرف بأقطار من 200 ملم حتى 1400 ملم بإجمالي أطوال 113 كيلومتر، أعماق من 1.5 متر حتى 10.5 متر، وأيضا شبكة الري التي تصل حتى 1000 ملم. طبعا بنتكلم عن مساحات كبيرة من المرافق أتمتها الدولة في منطقة الشيخ زايد الجديدة في التوسعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة. الدولة بجد بدأت تبص لمنطقة الشيخ زايد الجديدة على إنها منطقة من أقوى المناطق اللي هتمتد في الفترة الأخيرة. مشاريع كتير بدأت تبقى موجودة في مدينة الشيخ زايد الجديدة، مناطق كتير جدا اتطرحت في الفترة الأخيرة للاستثمار، ويمكن كلنا سمعنا عن النيل الجديد اللي جاي في الشيخ زايد من نهر النيل الأساسي، وكان واخد حيز كبير جدا من البروباجندا في الفترة الأخيرة. طبعا دي كلها مرافق احنا اتفقنا ان هي متواجدة في مدينة الشيخ زايد الجديدة، وجاري تنفيذها بتوسعات المدينة قرار 77، والتي تشمل أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمنطقة التوسعات، وخط تغطية تغذية مطار سفنكس، وأعمال المرحلة الأولى لأعمال تنفيذ شبكة المياه الرئيسية وشمال وجنوب مدينة الضبع، وأعمال تنفيذ شبكات مرافق مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة، وتنفيذ شبكات الطرق والمرافق. طبعا في برضو بيت الوطن المرحلة 10 بدأ يطرح، وهو في الشيخ زايد الجديدة وسفنكس الجديدة، والري والصرف الصحي وصرف الأمطار شمال الضبع. كده يبقى احنا دردشنا سريعا عن تقرير مهم جدا،
وكان زياره السيد المحافظ محافظ الجيزه مع السيد وزير الاسكان والمجموعه المعاونه علشان يطلعوا على اخر الانجازات اللي تمت في المرافق في الامتداد بتاع مدينه الشيخ زايد الجديده. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، اوعى تروح في اي حته. اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية. دايما الناس تحس ان في موسم الصيف ده بيكون هو بنسميه الموسم العقاري. السيزون دايما بيبدا عندنا في الصيف، الشهور اللي بتبدا من تقريبا من شهر 5 6 متواصله معانا لحوالي شهر 11. فدايما الناس بيكون تركيزها الاكتر على الشراء في الوقت دوت. وعشان كده هيكون معانا مداخله مهمه جدا من المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري، هندردش معاه شويه في النقط دي. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور يا حبيبي. اهلا وسهلا. كل سنه ومعاليك طيب، منورنا. يا رب يخليك، ودايما كل الامه العربيه ومصر بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. اللهم امين. من وجهه نظر سيادتك يا فندم، ايه هي العوامل الرئيسيه اللي بتخلي الناس دايما في الصيف بتنتعش مصر عقاريا، او السوق العقاري في العالم كله بينتعش في فتره الصيف؟ ايه الاسباب لدوت؟ هو بشكل عام في مصر يعني لان فتره الصيف فتره اجازات وعوده ابنائنا اللي بيكونوا في الخارج ايا كان، سواء دول عربيه او بره دول عربيه، فبيبقى فتره تامل لاختيار حاجه معمره وهي السوق العقاري. طبعا بيتاثر بهذه الفتره ايجابا طبعا، لان بيبقى الاختيار في هذه الفتره في فتره اجازه، وفي ذهن بيتعامل مع الفكره بجديه وبرغبه في انجازها بشكل سريع وبشكل مكثف. ودي اعتقد هي من الاسباب الاساسيه اللي ممكن نقول ان فتره الصيف فتره انتعاش بشكل عام. حضرتك بتشوف ازاي زياده الاستثمار اللي بتحصل النهارده من المصريين الموجودين في الخارج داخل مصر، وخصوصا في فتره الصيف؟ حضرتك شايف ده ازاي؟ انا معلش يعني اسمع السؤال تاني بعد اذنك. الاستثمار من المصريين اللي موجودين في الخارج بيزيد تمام. برضو في الفتره بتاع الصيف، صح؟ حضرتك بتوافقني في الراي دوت؟ طبعا بيزيد. طبعا انا قلت لحضرتك لانها هي فتره بيبقى فيها فتره اجازات واسترخاء ورغبه في تحقيق اهداف للاسره في هذه الفتره زي اللي هو بيكون واخد فيها اجازه. بالتالي بيبقى فتره سرعه الاختيار وسرعه اتخاذ القرار. مش هنقدر تيجي من المنطلق ده ان بيحصل جذب وبيحصل نوع من تنشيط في السوق العقاري. لكن بينه وبين حضرتك يعني اذا كان اي مستثمر عقاري بيعتمد على هذه الجزئيه بس، يبقى دي جزئيه ما لهاش الارتكاز اللي ممكن نبني عليها رؤيه مستقبليه للتسويق العقاري. الاهم من ده ان انت تشوف العوامل المؤثره على صناعه العقار ودراستها بشكل عميق للوصول الى مداخل لايجاد فرص يعني تخلي المستهلك العقاري يكون عنده الرغبه المستمره، مش في فتره زمنيه وهي مرتبطه بالصيف، ولكن تبقى خلال العام، لانه العقار وخاصه في على اقاليم مصر كلها هو احتياج انساني. يعني اذا خصصنا فتره الاختيار لهذا القطاع السياحي مثلا في منطقه الساحل الشمالي، فدي فتره بتبقى لها طبيعه خاصه ولفئه معينه من المجتمع. لكن الاستثمار العقاري المفروض يعتمد على كل ازمنه العام كله، على كل مراحل السنه، عشان يبقى نقول ان يقدر يحط خطط تنمويه لهذا القطاع. ومن هنا يبدا نقول ان القطاع يتعافى ونخرج من مرحله الركود الى مرحله النشاط، ودي اللي انا اتمنى انها تكون متوفره. لان اي قطاع يعتمد على فتره موسميه يعني مهما كانت فيها عناصر الجذب ومهما كانت فيها عناصر ايجابيه من خلال وجود ابنائنا الموجودين في الخارج ودخولهم في رغبه تحقيقها، لكن ده ما يعتمدش عليه اعتماد اساسي في تنشيط السوق العقاري. السوق العقاري سوق يعني زي ما الاقتصاديين بيقولوا هو قاطره التنميه لاي مجتمع، فمن الاولى ان انا احط عوامل الجذب على مدار السنه. وبعدين السوق العقاري مش مجرد سوق اسكان سياحي او اسكان فندقي او اي نوع من الانواع السياحه اللي بتخاطب طبقه معينه من المجتمع. لكن انت النهارده لو استدل بهذه الفكره، لما حصل مشكله من 10 سنين من
من الزمن تقريبا لما حصل مشكله الرهن العقاري في امريكا وشمعت في دول الخليج. كانت بتعتمد اساسا على ان المستثمرين العقاريين في مصر على مخطط الاسكان السهل. لما حصلت الازمه ظهر قانون التمويل العقاري لتسهيل هذه الاصول من خلال ممولين عقاريين، عشان هذه الاصول بقت في حاله متجمده وصعبه تسهيلها، فكان التمويل العقاري هو حلقه النجاه اللي نستطيع من خلالها نسهل هذه الاصول. بعض الشركات ومن ضمنهم شركه يعني اذا كان ليها طلعت مصطفى استوعب الفكره خاطب النمط المختلفه من المساحات اللي بتخاطب شريحه مختلفه من المجتمع، فبدات تتوجد الوحده الصغيره والمتوسطه والاكثر شويه، ودي التنوع ده هو اللي خلى بالاضافه للجديه والمصداقيه وعمل عوامل جاذبه مختلفه، هو ده اللي خلى طلعت مصطفى مستقر واصبحت حتى عناصر اللي بيسوقها بتزيد بشكل ملحوظ، وده عنصر من عناصر الاجاده في التسويق. فالمفروض ان انا وانا بعمل تسويق عقاري لازم احط في اعتباري ان اشوف ايه العناصر المؤثره على التسويق العقاري، سواء من حيث التصميم، سواء من حيث عمل انظمه تمويليه بشكل او باخر، سواء من حيث المؤثرات اللي بتخلي العقار يتاثر ببيئه او يتاثر بثقافه او يتاثر باي نمط من انماط المؤثرات الموجوده في صناعه العقار. في النهايه لازم يكون هناك حل، والحل ده مش هيتوجد الا بوجود حوار بين المتخصصين للوصول الى مفتاح الحل في صناعه العقار، للوصول الى تهدئه ارقام، لان النهارده صناعه العقار بقت الارقام زياده قوي عن قدره متوسط دخل الفرد في مصر، وبالتالي بدا يظهر كلمه تصدير العقار لوجود اسواق خارجيه تستطيع تتعامل مع هذه المتغيرات الاقتصاديه بشكل بقى فوق طاقه الطبقه المتوسطه، وهي دي الطبقه اللي بتعمل سواد اعظم في موضوع التسويق. طيب خليني استفيد من وجود حضرتك معايا يا باشمهندس برضو ودردش معاك شويه طب. في زياده الاسعار اللي حصلت في الفتره الاخيره. تقريبا احنا يقرب اكتر من 50% زياده فعلي، خلينا نتكلم عن الفعلي بلاش نتكلم عن الارقام اللي بتظهر في السوق يقول 15% 20%. الفعلي والملموس احنا عندنا زياده اكتر من 50% في السوق العقاري في مصر. حضرتك بتشوف ده ازاي؟ شوف، انا عشان اتعامل مع حته ان انا ازاي احاول اجد حل لهذه الاشكاليه، لازم الاول اعرف صناعه العقار بتعتمد على ركائز اساسيه: الشركات المنفذه، المهندس المصمم، القوانين المنظمه، المستهلك العقاري. انا هاجي في نقطتين عشان يطول الحوار في هذه الركائز، ولازم نبقى عندنا على المؤثرات زي مؤثرات بيئيه، مؤثرات اجتماعيه، متوسط دخل الفرد، استخدام التكنولوجي بشكل او باخر، استخدام العلم الحديث بشكل ان النهارده ظهر من بعد الحرب العالميه الثانيه ظهر علم الهندسه القيميه، ازاي تصل الى كان هدفه 3 حاجات: ازاي يصل الى المنتج ايا كان منتج صناعي، الوصول الى الجوده والسعر المعتدل والتجديد في وقت يكون مناسب. هذه العناصر ال3 لعبوا عليها شركات كثيرة جدا، وكانت عناصر يعني نقلتهم نقلة نوعية وكيفية في كيفية الوصول إلى المستهلك. ومن ضمنهم لو احنا بصينا بشكل عام الشركات الصينية بتخاطب شرائح مختلفة وعندها رغبة في انها تتسيد السوق على المستوى العالمي. فاحنا من باب اولى بقى اذا كنا بنصنع صناعه عقار لازم نتعامل مع هذه العناصر المؤثره بشكل فيه جديه ونصل وناخد نقطتين نتكلم فيهم او 3 حسب ما الوقت يسمح. لو انا جيت اتكلمت على ثقافه الاستخدام، ثقافه الاستخدام النهارده مرتبطه باستهلاك الاستخدام الفردي للوحده السكنيه. مع ارتفاع هذه الاسعار من المنطق ان انا لازم اغير ثقافه الاستخدام، ويكون هناك في هذا الوقت ان انا اوجد وحده سكنيه تحقق كل احتياجات الانسان في من نشاطاته داخل هذه الوحده، بما يسمح بانه يحقق كل النشاطات المطلوبه في الوحده. ودي كانت فكره ظهرت زي ما قلت حضرتك في بدايه الحرب، في نهايه الحرب العالميه الثانيه بداوا يعملوا انماط اللي هي الاستوديو والوحده السكنيه اللي فيها
المعيشه وفيها النوم وفيها وفيها وفيها. كل الكلام ده هيتحقق من خلاله ان مساحه صغيره تبقى تكلفتها اقتصاديه نسبيا بالنسبه لمتوسط دخل الفرد. انا بعتذر عشان وعشان بس هذه انا الفكره بعتذر تنجح. لحضرتك باشمهندس عبد الجليل، عشان بس الوقت مش هيسمح لنا ان احنا ندردش في كل الكلام ده، وانا عايز استفاد اكتر من وجود حضرتك معايا. عايز اعرف تقييم حضرتك لدور الحكومه والمبادرات العقاريه اللي بتحصل في الفتره الاخيره في السوق في مصر. حضرتك شايف ده كويس؟ يعني شايف ان ده بدأ يسهل الامور شويه على المستثمرين، ولا حضرتك شايفه ازاي؟ والله انا اقول لحضرتك حاجه، انا يعني بقول ان هي نقطه على او خطوه على الطريق. لا شك الاسكان الاجتماعي بدا يبقى ليه وجود على الارض، ودي نقطه ايجابيه، ولكن اتمنى ان هذا الاسكان الاجتماعي يبقى فيه نمط ان هو اخلي حق الانتفاع للارض عشان احيد قيمه الارض في قيمه التكلفه الاجماليه للوحده المباحه. النقطه دي قطعا هتخلي تاجير التمويل، ان انا بحيث ان انا اتملك الوحده عندما تكون عندي القدره على تملكها، ويصبح الايجار اللي دفعته في الفتره السابقه هو عنصر من عناصر التمويل لهذه الوحده. النهارده لازم نفكر ازاي ان احنا نتعامل مع الوحده العقاريه في اقاليمنا المختلفه باساليب انشاء مختلفه. يعني انا النهارده لما ابني وحده في جنوب الوادي هتبقى الانماط مختلفه عن ما تكون في منطقه العاصمه في وسط الدلتا، لان المؤثرات بتختلف، وبعدين في المناطق اللي فيها ظهير صحراوي. كل هذه العناصر هتعود في النهايه بتاثير مباشر على التكلفه. في الحاله دي اقدر اوجد انماط مختلفه تستوعب متوسط دخل الفرد في هذه الاقاليم المختلفه، واحنا المفروض ان احنا حاطين في ذهننا خطه خلال السنوات القليله القادمه ان احنا نتوسع افقيا عشان نعمل عمران في هذه الارض يا رب ان شاء الله. ال 14 16% من مساحه مصر عشان تستطيع ان انت تلبي التزايد منعدل النمو السكاني المتزايد اللي موجود في هذه الفتره، والنهارده تخطينا ال 100 مليون مساحه. فانا شايف ان في عناصر نقدر نلعب عليها كويس في التكلفه، في حته التداول العقار. احنا نطلع قوانين تسمح بسهوله البيع والشراء، وبالتالي التداول يبقى على الارض له واقع. وكثير من الدول الخليج على فكره نجحت في الحته دي. ان انا النهارده المفروض ان انا اتكلم على الحته اللي انا اثرتها، ويمكن ممكن في اي لقاء اخر نستفيد فيه اكثر، المساحات الصغيره وتلبي احتياجات الاسره الصغيره، زوج وزوجه، وعندما الاسره تكبر ينتقل الى مساحه اكبر. وهذا الانتقال بنقول عليه التداول في العقار، لازم يعقبه تسهيل لاجراءات الانتقال. سريعا يا باشمهندس، اخد من حضرتك لان للاسف وقت البرنامج داهمنا، اخد منك يعني نصيحه سريعه للمستثمرين في العقارات في مصر في الفتره اللي جايه، معلش سريعا. انا اقول لحضرتك حاجه، هي مشكله العقارات في مصر مشكله يعني لها يعني عناصر كثيره جدا، ولكن اتمنى اننا نسرع بان احنا نعمل في زي ضبط الجوده الشامله لصناعه العقار، عشان العقار دي سلعه معمره ويجب ان تكون تحت رقابه صارمه في من مرحله ما قبل التصميم، المدخلات، الى مرحله التصميم، الى مرحله الانشاء، ثم الاستخدام، ثم عمل الصيانه. دي مهمه قوي عشان يستطيع الانسان اللي بيتملك وحده يبقى بيتملك وحده امنه بكل معاني الكلمه. النقطه الثانيه ان الدوله تدخل في عمل موازنات في العقود ما بين المستثمر العقاري او المطور العقاري وما بين المستهلك لضمان الحياديه وعدم وجود يعني نوع من الضغط على المستهلك باحتياجه لهذه الوحده، وبالتالي نحط العداله ما بين الطرفين، نحقق للشركه المستثمره او المطور العقاري قدر مناسب جدا من الارباح، والمستهلك العقاري يكون عنده وفرصه امنه ما يتعرضش ليها. وخاصه في القطاع الخاص الصغير تلاقي مشاكل كثيره جدا نتيجه لعدم وجود جوده في التنفيذ، لعدم وجود مستندات انتقال الملكيه سليمه، لاسباب كثيره جدا. دور الدوله انها تسرع في عمل قانون المطور العقاري، عشان المطور العقاري يبقى هناك عقود ثلاثيه ما بين الدوله كضامن او ايا كان هذه المؤسسه او الجهه، قد تكون اي جهه اخرى بس تحت سياده الدوله، وبين المطور العقاري كراجل مستثمر ونسعى ان احنا
ننجحه، وبين المساهل العقاري اللي هو بيحط كل مدخرات العمر في وحده عشان يشعر بعد كده بالامان في استخدامه لها. هذه العناصر الثلاثه من المهم قوي عشان ننهض بصناعه العقار، لازم نفكر فيها بشكل سريع. النقطه الثانيه ان لازم الجهات المعنيه من المتخصصين، نقابه المهندسين والجهات بتصنع القانون والجهات المنفذه، نقعد قاعده جماعيه نحط حلول لما هو موجود في السوق العقاري من سلبيات كثيره جدا لا يعني نستطيع نحصرها في لقاء تلفزيوني او في اي لقاء سريع. الموضوع صناعه العقار انا بعتبر السكن هو القيمه اللي بتخلي الانسان يشعر بالامان ويشعر بالاحساس بالنبض. الانسان عايش في الحياه، هذا الانسان يوم ما يعيش حياه جيده يستطيع ان يبدع ويستطيع ان يستحدث التكنولوجيات وتقنيات، وهذه الاشياء بنستوردها من الخارج، ودي اللي بترفع القيمه المضافه لاي منتج ايا كان في اي صناعه. عشان كده يا باشمهندس عبد المجيد احنا سمينا البرنامج بتاعنا بيتك يفيدك، اهميه الاستثمار في السكن. احنا بنشكر معاليك باشمهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري، كنت معانا النهارده، ناقشت معانا موضوع مهم جدا وهو الاستثمار العقاري وزياده الرواج ليه في الصيف، وليه الاستثمار العقاري بيكون اكتر في مصر في فتره الصيف، ليه دايما المستثمرين المصريين اللي متواجدين في الخارج بيظهروا في مصر اكتر وشرائهم بيكون اكتر في فتره الصيف. اتكلمنا مع باشمهندس عبد المجيد برضو شويه في بعض السلبيات اللي ممكن نحاول نعالج بيها اي مشكله عقاريه بتحصل في مصر. هنكون موجودين معاكم بنناقش بيتك المستقبلي انت واسرتك. كنت معاكم مجدي منصور، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله.